الهرم الكبير واحد من أعظم الألغاز في العالم، لغز حير العالم كله حرفيا، وبيعتبر من عجائب الدنيا السبعة. الفكرة كلها إن إزاي يتم بناء هرم بالضخامة دي بدون أي تكنولوجيا تساعد في بنائه أو تصميمه، والعظمة دي تتعمل بمعدات وأدوات بدائية جدا. إزاي يتم رفع أحجار بالضخامة دي بدون أي معدات تساعد في وقتها؟ ده بتوصل كتلة الحجر الواحد فيهم ل 15 طن. أنت متخيل الرقم؟ بالرغم من كل التطور التكنولوجي اللي احنا فيه دلوقتي، إلا إن العلماء والباحثين لحد دلوقتي ما قدروش يكشفوا سر بناء الهرم الكبير، وما تمش اكتشافه بالكامل. وما زالت في اماكن في الهرم لسه ما اتفتحتش لحد دلوقتي، وما فيش اي مخلوق يعرف ايه اللي فيها بالظبط او حتى وصل لها. من فتره كده طلعت اشاعه باغلاق الهرم الكبير، محدش فينا صدق والكل قال مستحيل. لكن تمر الايام ويتم قفل الهرم فعلا، ويطلع بيان رسمي بيقول ان سبب اغلاق الهرم الكبير انهم هينظفوا الهرم لتحسين تجربة السائح، وقالوا ان ده اجراء روتيني بيتم عمله من وقت للتاني للحفاظ على الاثار المصرية. كلام طبيعي ومفيش فيه اي حاجة غريبة، لكن الشيء الغريب اشمعنى ده يحصل في الوقت ده بالذات؟ يعني يحصل بعد اعلان وزير السياحة والاثار الاستاذ احمد عيسى في مؤتمر صحفي حصل يوم 2 مارس، بيعلن عن ممر مضلع مجهول موجود في الوجه الشمالي للهرم الكبير، لسه مكتشفينه قريب وما يعرفوش عنه اي حاجة او حتى ايه الهدف منه. الممر ده طوله 9 متر وعرضه 2 متر وتحته مساحة كبيرة فاضية. وطلع بعدها الدكتور زاهي حواس قال ان الممر ده بيحمي حاجة معينة، او بمعنى اوضح بيخفف الضغط على غرفة مجهولة داخل الهرم لسه ما اكتشفوهاش، وان احتمال كبير الغرفة دي تبقى غرفة دفن الملك خوفو. وجود السكوير ده بيؤكد 100% ان في حاجة بيحميها التنل ده تحتيه. وانا بقول لكم ان انا بعتقد طول عمري ان حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو لم يحثر عليها حتى الان، وانا بعتقد ان هناك احتمال كبير جدا وده اكيد ان التنل بيحمي حاجة ايه؟ في اعتقادي الشخصي ممكن تكون حجرة الدفن الحقيقية الخاصة بهرم الملك خوفو. لا، وكمان قفل الهرم يحصل بعد دخول بعثة من الباحثين من اليابان للهرم الكبير، وبأجهزتهم الحديثة والدقيقة يفحصوا كل جزء في الهرم عشان يتم اكتشاف الممر ده ويعرفوا ايه الهدف منه، واكتشاف كمان اماكن جديدة في الهرم لسه محدش وصل لها او يعرف عنها حاجة. السؤال هنا ليه بيعملوا كده وايه الهدف من ده؟ عايز اقولك ان الغرفة دي لما يتم اكتشافها هتبقى أهم اكتشاف أثري على مر التاريخ، الغرفة الأهم في تاريخ مصر والعالم كله، واللي العلماء بتبحث عنها من مئات السنين، وهي غرفة دفن الملك خوفو. بعد اكتشاف الممر ده وغلق الهرم الكبير تمر مصر بأحداث غريبة شوية، وأولها كانت العاصفة الرملية اللي ظهرت فجأة على الطريق في مصر من شهر تقريبا، وقلبت مصر كلها حرفيا، وتسببت في كوارث ووقفت الطريق لساعات طويلة، ووقعت يافط الإعلانات اللي موجودة في الشوارع، وبسبب ده في ناس ماتت وناس اتصابت. في ناس قالت إن الموضوع صدفة، وده احتمال، واحتمال برضه يكون الموضوع غير كده تماما. يعني بعض الناس قالوا ان دي لعنة فتح مقبرة الملك خوفو، وانهم اكيد في الوقت ده وصلوا لغرفة الدفن، خصوصا برضه ان لعنة الفراعنة على مر التاريخ ليها ذكريات كتيرة مرعبة ومعروفة، اشهرها على سبيل المثال لعنة توت عنخ آمون وال15 واحد اللي ماتوا بسببها، والكهرباء اللي قطعت عن القاهرة كلها بدون أي سبب. في البداية خليني أعرفك الأهرامات تم بنائها إزاي والفراعنة عملوها ليه، وهل هي فعلا محطات لتوليد الطاقة الكهربائية ولا مقابر للملوك، وليه الهرم الكبير يعتبر من عجائب الدنيا السبعة. ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة.
الأهرامات مبنية من أحجار ضخمة جدا، بتوصل كتلة الحجر الواحد فيهم ل 15 طن. فازاي العمال اللي بنوا الأهرامات كان عندهم القدرة إنهم يرفعوا الأحجار الضخمة دي بمعدات وأدوات بدائية جدا؟ كلنا واحنا صغيرين سمعنا طريقة بناء الأهرامات، وهي طريقة بدائية وغير منطقية بالمرة. الطريقة بتقول إن العمال بنوا جسر ترابي ضخم بطول الهرم اللي هو حوالي 49 دور تقريبا، وبعد كده على الجسر الترابي ده وضعوا أخشاب وجروا الحجر عليها لحد ما كان. طريقة غير منطقية خالص. إزاي أصلا هيتم رفع حجر بحجم 15 أو 20 طن على شوية أخشاب ضعيفة؟ حتى لو نفترض مثلا، طيب ازاي العمال في الوقت ده هيكون عندهم القدرة والقوة على سحب الأحجار بالأوزان دي؟ حاجة غير منطقية. الدكتور مصطفى محمود اتكلم عن الموضوع ده، وهو طبيب وكاتب مصري، وده كان رأيه في طريقة بناء الأهرامات. انما حكايه انك تحط الحاجات دي على ساتر الترابي ولا على مصطبه ولا، وبعدين يبتدوا كم واحد يجر بقى 100,000 عامل طبعا يجروا، واخد بالك هيقفوا فين على الساتر الترابي دول؟ وبعدين ازاي بقى البكر الخشب ده يتغرز كله يغرز وكله يقع ويغطس مش ممكن. ده زي ما انا قلت لازم يتعمل مبنى مستقل قد الهرم 10 مرات، وعبارة عن تبة خرسانية هائلة بتلف حوالين الهرم، وبعدين يكون موجود الأوناش والمقطورات والكاميونات والعجلات الصلب اللي تشيل 70 طن، ولا طبعا ما حصلش. كمان الدكتور مصطفى محمود من خلال حديثه عن طريقة البناء قال سر غريب جدا. قال إن مفيش تفسير لطريقة البناء غير إن عمال الأهرامات وقتها كان عندهم سر لبناء الأهرامات عن طريق إلغاء الجاذبية الأرضية، وبالطريقة دي يقدروا يتحكموا بكل سهولة في الأحجار الضخمة. طب اترفعت إزاي؟ أنا في نظري إن مفيش إطلاقا تفسير للحكاية الخرافية دي، إلا إن العلماء في هذا العصر كان عندهم وسيلة سرية وعلم خاص بيلغوا بيه الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية من أهم الأشياء اللي موجودة في كوكب الأرض، واللي بتحافظ على توازن الأجسام في مكانها. والعلماء من وقت ما تعرفوا على الجاذبية الأرضية وهم بيحاولوا يتعلموا بأي طريقة إزاي يوقفوا مفعولها، وبيقال إن ده كان بيتم عن طريق سبايك عاكسة للجاذبية الأرضية. أكيد أنت دلوقتي استغربت من الكلام اللي بتسمعه ده، فاستنى معايا شوية وانت هتعرف ليه الهرم الكبير يعتبر من عجائب الدنيا السبعة. عايز اقولك ان التطور الهندسي اللي تم بيه بناء الهرم الكبير تطور هندسي مخيف لا يمكن لأي عقل بشري تصوره. كل جزء وتفصيلة في الهرم اتعملت بدقة شديدة ومرعبة، وده اللي شرحه الدكتور مصطفى محمود. وبعدين الحسابات العجيبة بقى لما تيجي تقيس بقى الهرم، فتلاقي ان المحيط نسبة يعني المحيط مقسوما على ارتفاع الهرم يساوي 3.14%، اللي هي طه أو النسبة التقريبية، اللي هي العلاقة الثابتة بين المحيط الدايرة وقطرها. يعني لما تعمل قياس للمحيط الهرم وقياس للارتفاع، تقسم المحيط على الارتفاع يطلع 3.14%، يعني يساوي طه. مش بس كده، لما تخش في أوضة الملك برضو تلاقي المحيط مقسوما على، تقسمه على الارتفاع بتاع أوضة الملك تلاقيه 3.14%. التابوت تقسم برضو المحيط على الارتفاع تلاقي 3.14%. كل غرف الهرم بالشكل ده، تبقى مش مصادفة، تبقى دي في التصميم والهندسة نفسها للناس بتوع رياضيات بقى. طب وليه عملوا كده؟ ده سر كمان لوحده. ارتفاع الهرم 149.4 متر، والمسافة بين الأرض والشمس 149.4 مليون كيلومتر. هل دي صدفة؟ بعد اللي انت سمعته ده عن الهرم الكبير، سؤال هنا: هل من الطبيعي انه يكون مجرد مقبرة لدفن الملك خوفو؟ تعال نفترض انه مقبرة، ليه ما اكتشفناش المقبرة لحد دلوقتي؟ عايز اقولك ان المقبرة مش موجودة في الهرم وملهاش اي اثر او دليل ظهر لحد دلوقتي. انت ممكن تبقى شايف ان الموضوع بسيط وسهل، لكن الموضوع معقد واكبر مما نتخيل. يعني الهرم مليان بالاسرار اللي ادهشت اي حد يعرفها. فمثلا عندك غرفة من الغرف اللي تم اكتشافها في الهرم سر غريب ومش مفهوم. السر ان الطعام ما بيفسدش او يتحلل في الغرفة دي مهما طالت فترة وجوده فيها. بمعنى اوضح، لو حطيت اي نوع من اللحوم او الخضار ايا كانت هتقعد قد ايه فهي مش هتعفن او تتحلل. شيء غريب، الغرفة كأنها ثلاجة فرعونية موجودة داخل الهرم. وكمان من الاسرار اللي اكتشفوها ان النباتات بتنمو داخل الهرم اسرع من نموها خارج الهرم. طيب السؤال بعد كل ده، هل هي فعلا محطات لتوليد الطاقة الكهربائية ولا مقابر للملوك؟
ركز معايا في الكلام اللي جاي، لأن في الفترة الأخيرة عدد كبير جدا من الناس بيطلع ويتكلم عن الموضوع ده. الموضوع بيتكلم عن تسلا واختراعاته اللي أساسا مسروقة فكرتها من الهرم الكبير اللي قال على أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية على وجه الكرة الأرضية. وده بيتم الاعتماد على بعض التفاصيل اللي هتسمعها. إن الهرم الكبير أساسا كان قطعة واحدة من الخارج، والأحجار الداخلية للهرم أو الطبقة الثانية كانت أحجار جيرية خالية من المغنيسيوم، والأحجار دي بفضل عدم وجود المغنيسيوم فيها فكانت بتعزل الطاقة بشكل كبير. أما الأحجار الداخلية للهرم أو الطبقة الثالثة فكانت مبنية من حجر الجرانيت الوردي، وده كان بيجي من أسوان، وده كان بيتم نقله بالمراكب من أسوان لحد مكان الهرم، وده كانت وظيفته توليد شحنات الطاقة الكهربائية. وبسبب الكوارتز اللي موجود في كل ممرات وغرف الهرم، بمجرد تعرضها لضغط قوي بيتم توليد شحنات كهربائية مهولة. And this is what type of stone that we're looking at in here? Unlike the rest of the pyramid, this is red granite. Red granite, right. Red granite doesn't come from a local quarry like the limestone does. It comes from Aswan? Aswan. So that's 1,000 kilometers away. 1,000 kilometers away. 600 miles. ودي كانت قصة اتعملت من الجماعة إياهم عشان تقول إن الهرم مش مقبرة ولا حاجة، بل هو مكان لتوليد الطاقة الكهربائية. والكلام ده في ناس كتيرة جدا اتكلمت عنه بالتفصيل الدقيق، منهم الدكتور مايا صبحي، واللي بالمناسبة اختفت بعد ما قالت الكلام ده ومحدش يعرف عنها حاجة لحد النهاردة. طيب هل هي دي الحقيقة ولا لا؟ اليهود بيقولوا ان هم اللي بنوا الهرم، وان الهرم اساسا مكان لتوليد الطاقة الكهربائية مش مقبرة. عشان كده هتلاقي قصص كتيرة ونظريات اكتر بتقولك ان الهرم مكان لتوليد الطاقة الكهربائية، واليهود هم الداعم والمؤسس القوي للنظريات دي، لانهم ببساطة مش عايزين ينسبوا او يقتنعوا ان العظمة دي بتاعتك انت، بل هي بتاعتهم هم، وده في اعتقادهم. لكن طلع اتكلم الدكتور وسيم السيسي الباحث في تاريخ مصر ورد على كل الكلام ده. قال ان الاشخاص اللي بيقولوا افتراضات بخصوص الهرم الكبير هم ما يعرفوش تاريخ مصر كويس. تلاقيهم شويه بيطلعوا يقولوا ان الاهرامات بتحفظ التكنولوجيا وان ليها علاقه بمدينه اطلانتس المفقوده، ويفترضوا افتراض تاني ويقولوا لك اللي بنوا الاهرامات مخلوقات فضائيه، والكلام ده ملهوش اي اثبات او دليل ولا ليه اي علاقه بالواقع او بالحقيقه. وعايز اقول لك ان مفيش اي حاجه تثبت برضو ان الهرم كان مكان لتوليد الطاقه الكهربائيه. لكن لو جينا بصينا على الجانب الثاني فهنلاقي ادله كتير بتثبت ان الهرم كان مقبره. تعال اقول لك. الاهرامات تم بنائها كمقابر من عهد الملك زوسر حتى الاسره ال18، وعندك الملك احمس اللي بنى هرمه في ابيدوس، ومن بعده ملوك الدولة الحديثة بنوا مقابرهم. ده غير انهم لقوا داخل هرم الملك زوسر جزء من يد وقدم الملك داخل الهرم. ده غير مقابر الموظفين اللي لقوها بجانب الاهرامات، ودي كان بداخلها مومياوات كاملة. ده غير مقبرة الكاتب قاي اللي لقوها غرب هرم خوفو. ولو قرينا النصوص عن الأهرامات هنلاقيها بتقول إن الملك مدفون أسفل الهرم، وإن الهرم ما هو إلا سلم بيستعمل للصعود إلى الآلهة رع في السماء، والآلهة دي لقوها برضو بجانب هرم خوفو. أنت لو ركزت في الكلام ده هتلاقي إن كل الأدلة دي بتثبت إن الهرم كان مقبرة مش مكان لتوليد الطاقة الكهربائية. ده كمان عايز أقولك إنهم لقوا بردية في الفترة الأخيرة في وادي الجرف، ودي تعتبر أقدم بردية تم العثور عليها لحد دلوقتي، واللي وجدوا فيها نص مكتوب بيقول ان الهرم مقبرة للملك. ودي البردية الوحيدة اللي بتتكلم عن بناء وتفاصيل الهرم الكبير والملك خوفو، وعن نقل الاحجار بطريق المراكب من نهر النيل الى الهرم. لو افترضنا ان الاهرامات كانت بالفعل محطات لتوليد الطاقة الكهربائية زي ما الجماعة بيقولوا، طيب ليه هيبقى موجود فيها كل التفاصيل دي؟ وكمان البردية اللي اتكلمت وقالت ان الهرم اساسا مقبرة. سؤال هنا، ليه ما لقوش جثة الملك داخل الهرم او حتى خارج الهرم لحد دلوقتي؟ وليه البردية اللي تم العثور عليها ما ذكرتش مكان دفن الملك رغم انها ذكرت طريقة بناء الهرم وتفاصيل ادارته؟ دي اسئلة ملهاش اجابة لحد دلوقتي. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش شير ولايك وسبسكرايب، وبس كده. كان معاكم طه.